الحكم لصالح العين. انا اشوف اليد كانت في وضع طبيعي، الكوره هي اللي ذهبت اليد، وركله جزاء غير صحيحه تم احتسابها. الحين ابو زيد. نعم، ركله جزاء غير صحيحه، الكره هي ارتطمت باليد، ووضع اليد كان طبيعي وفهد. شوفوا بلال، اليد لم تبحث الكره، حاول تجنبها سومه. لا طبيعيه يا عمي، طبيعيه نترى. هو ابو لعب يتجنبها ما قدر. لا ليه طبيعيه؟ والديره ما في الجول، لا حطها في الجول. في يده من قبل هالشكل، يعني يده من الاساس هالشكل، وضعها طبيعي، ما طلعها من الاساس هالشكل طبيعي. بالضبط. للاسف اول حاجه خلينا نشوف تمركز الحكم. لا مش تمركز الحكم، عطني الزاويه اللي اشوف اليد. اي صح، عبي الزاويه. شوف جالس الحكم يقول كذا، الحكم قاعد نعم جالس يناظر، شاف لمس بس ما يدري كيف. عطني الزاويه. شوفه جالس يبحث عن زاويه هو. شوفه انا قاعد ابحث عن زاويه الحين. ايوه الحكم شو المسافه بين راس اللاعب ومهاجم واليد؟ روح 60 سم او 70 سم. شوف الحكم جالس يبحث. اي والله ناتورال. والله اليد طبيعيه. لا حرام ضربها من راسه حرام يا شباب. يعني انا اتكلم عن الحكم علي صباح، حكم صراحه يعني ساندوك من برنامج الحكم، دائما يذكرون اسمك ودائما يوجهون كلام للمسؤولين في الاتحاد الاسيوي. واحنا بشر نخطئ، صحيح، ما في حد معصوم من الخطأ ما دام الواحد بشر، الكامل الله سبحانه وتعالى، ولكن فيه تفسير جزئي. انت كحكم، انت كحكم كابتن، شوف اليد. هل اول شيء مو اللاعب بيوقف كذي صح؟ ما يقدر يقطع يده. هاي واحد. ثاني حاجة، هل اليد تغيرت في البداية أو بعد قبل الضربة؟ عادية. بعدين أستاذ شريف ممكن هني دقيقة؟ اي والله. ما أنا أبي يا كابتن أستاذ شريف، في جزئية أنت وديتني الحين عند الشاشة، جزئية واحدة بس، جزئية ضرورية للحكام كلهم، وهذه اللي دائما بوساكا في جميع محاضراته صح يأكد على الشيء. هذه يقول لك أهم حاجة احنا كمسؤولين في الاتحاد الدولي، هذه الكلام من مدير دائرة التحكيم بالاتحاد الدولي، يقول لك نسمح للمدافع ان اليد تكون كذا طبيعية، صحيح، بس كذا لا، هذه مش طبيعي. هذا تكبير. وإن قبل لا تيجي الكورة هل تتغير اليد أو لا؟ لو لاحظنا الحكم، وبعدين الحكم في زاوية تمركز جيد، يعني صح ولا لا؟ لا غير جيد، غير جيد. يطل كذا، جيبه يسار، جيبه يسار. هو قريب، الحكم المفترض هني يكون يعني ياخذ زياده. نعم، عموما وضع طبيعي لليد.